يعني ايه تفكير؟ تفتكر ايه الطريقه الصح للمذاكره؟ يا ترى انت بتذاكر ازاي؟ وهل لما بتذاكر وترجع تذاكر تاني بتلاقي نفسك فاكر ولا ناسي؟ انا اسلام طلعت في ده جزء اللي هنتكلم فيه مع بعض النهارده في حلقه دماغ انجليزي. سؤال من احد الطلبه، او ما كانش سؤال، كان مجرد ان انا ذاكرت الكورس الفلاني في الانجليزي، فقلت له ذاكرته ازاي؟ فقال لي بالطريقه الفلانيه. قلت له طب انا هقول لك بقى على طريقه تخليك تذاكر الكورس ده وتستفيد منه اقصى استفاده ممكنه. الكلام ده يعتبر مختصر كتاب اسمه ميك ات ستيك. عارفين كلمه ستيكر، الاستيكرات اللي كنا بنلزقها؟ فهو الكتاب بيقول ميك ات ستيك، يعني خليها تلزق. ايه هي اللي تلزق؟ المعلومه تلزق في مخك. ازاي؟ عن طريق 3 حاجات. اول حاجه السيلف كويزنج، تاني حاجه اسمها سبيسنج، تالت حاجه اسمها انتر ليفنج. ما تخافش هقوله لك دلوقتي بمنتهى البساطه، رغم ان دول محتاجين سلسله كامله ممكن ان شاء الله نشرحهم بالتفصيل. بس خلينا نقول كده واحده واحده. الناس اصلا بتذاكر ازاي؟ الناس بتذاكر عن طريق حاجتين، يا اما بيمسك الهايلايتر يقعد يخطط كده، وده طبعا مشكله كبيره لان انت مخك بمجرد ما انت بتحط هايلايت كده على سطر واثنين وثلاثه بتحس ان انت ذاكرت. تيجي تذاكر تاني وتيجي تبص تاني على اللي انت ذاكرته واللي انت ما ذاكرتوش، فتحس ايه الصفحات دي كلها انا عديت عليها او ذاكرتها، بينما طبعا انت مفيش حاجه فاكرها. حد تاني بقى عايز يروح للنكست ليفل او لمستوى اعلى، فتلاقيه بيعمل ايه؟ يكتب نوتس عن اللي هو بيذاكره في كشكول بره او في كراسه بره، وبعدين يعمل ايه؟ يبتدي يقرا النوتس دي تاني. الطريقتين دول مش افضل حاجه في ان انت تدخل المعلومه لمخك. ليه بقى؟ لان انت ما اختبرتش هل انت فاكر المعلومه ولا لا. انت في كل مره بترجع تقرا تاني سواء الكتاب او النوتس. انا اقول لك بقى على طريقه تخليك تشغل مخك اكتر، تتعب مخك اكتر، فيثبت المعلومه اكتر. عباره عن ايه الطريقه دي؟ وتخيل معايا، انا مش معايا ورقه وقلم دلوقتي، بس تخيل معايا ان انت كده بتذاكر كورس انجليزي، والكلام ده ممكن يطبق على كل حاجه. احنا اول حاجه نعمل سبيسنج. يعني ايه سبيسنج؟ هنبعد السؤال عن الاجابه، اللي هي دي مرحله التفكير. مرحله التفكير ان انت تسال السؤال وتسيب وقت لحد ما تيجي الاجابه. ففي الفتره دي انت تحاول تشغل مخك عن طريق انت تعمل ايه؟ تحول اي حاجه قدامك لسؤال، سؤال واجابه. في الانجليزي هندي مثال في الانجليزي وانت تحوله في اي ماده ثانيه. انت اي كورس انجليزي في الدنيا عباره عن ايه؟ عباره عن كلمات وجمل. كلمات عربي بتعرفها الاول عربي بعد كده تعرفها انجليزي، او العكس نفس الكلام في الجمل. حتى لو كنت بتذاكر قواعد فبتكون نفس الكلام برضه، ان انت في جمل عربي بتحول انجليزي او في جمل انجليزي بتحول لعربي. الناس بتعمل ايه؟ بتكتب الجمله اهي العربي والانجليزي قدامها، كلمه اهي عربي وانجليزي قدامها. تخيل كده معايا، احاول احط لكم حاجه زي كده. تخيل معايا كشكول هتفتح صفحتين، صفحه يمين وصفحه شمال. هتكتب العربي سواء كانت كلمه او جمله على يمين اليمين، والانجليزي على شمال الشمال. عندك صفحتين، صفحه فيهم مكتوبه عربي بس على اليمين، صفحه فيهم مكتوبه انجليزي بس على الشمال. ذاكرت؟ خلاص تمام زي الفل. تيجي تاني يوم تعمل ايه؟ تفتح بقى الكشكول، تفتح الصفحتين وتقلب بقى. انا عايز صفحه واحده بس منهم ايا كان عربي او انجليزي، وتحول العربي لانجليزي سواء كان كلمات او جمل. تيجي اليوم اللي بعده، يعني ولنفرض ان انت ذاكرت المحاضره الاولانيه او الدرس اللي انت عايز تذاكره يوم السبت، هتيجي يوم الاحد تمسك الصفحه اللي على اليمين تحول من عربي انجليزي. تيجي يوم الاثنين تمسك الصفحه اللي على الشمال تحول من انجليزي لعربي. وهنا بقى بيتجلى نقطه مهمه جدا لما حد بيسالني، ودي خلي بالك منها. لما حد بيقول لي في حد خد الكورس بتاعك وما استفادش، بتكون الاجابه ومش هنقول ليه دلوقتي. لكن لما حد بيغير في السؤال شويه وبيقول لي في حد خلص الكورس بتاعك وما استفادش، تكون الاجابه لا. ليه بقى؟ لان الكورس مصمم بالطريقه دي اللي انا بقول لك ان انت تعملها في اي كورس تاني. على فكره ما بقتش سهل دلوقتي، انت تقدر تعملها. ان انت لو انت بقى ذاكرت يوم السبت ايا كان الماده اللي انت ذاكرتها، ذاكرت اي كلام، انت يوم الاحد والاثنين هتقول انت لوحدك اللي هتحكم على نفسك. مش محتاج حد يختبرك، مش محتاج حد يقول لك انت ذاكرت صح ولا غلط، مش محتاج حد يقول لك انت بتكروت ولا بتذاكر بضمير. انت لوحدك اللي هتعرف انت ذاكرت صح ولا غلط. انت لوحدك اللي هتشوف انت كنت سرحان وانت بتذاكر ولا لا. انت لوحدك اللي هتعرف ايه اللي انت محتاج تعمله لما ترجع تذاكر المحاضره تاني عشان تركز فيها وتثبت بشكل اكتر. يعني انت هتبذل مجهود كبير يوم الاحد والاثنين في استرجاع المعلومه. فلما حد يقول لي اذاكر ازاي، او انا عايز حد يراجع معايا، او انت هتتابع معايا ولا لا، اقول له ما تشغلش بالك. ذاكر صح ذاكر غلط، المذاكره هتجيبك. وخلي بالك قاعده كده مهمه جدا في التدريب ليها علاقه بالرياضه وهتفرق معانا دلوقتي في البراكتسنج بتاع الانجليش. easy on the training hard on the game. hard on the training easy on the game. يعني ايه؟ بيقول لك ان انت لما تيجي تتدرب، لما يكون التدريب ايا كان بتتدرب على مهاره فكريه او مهاره جسديه، لما يكون التدريب او التمرين سهل بيبقى المباراه او الامتحان نفسه صعب. لما يكون التدريب صعب بيبقى الامتحان نفسه سهل.
فلما اقول لك حاجه او تسمع من اي حد طريقه في المذاكره تحس انها صعبه، افهم ان ده مقصود، لان كل ما كان المذاكره اصعب كل ما المعلومه بقت اثبت. واديك مثال برضه في الرياضه هيوضح لك المعلومه قوي. في البرازيل بيلعبوا كوره اسمها فوتسال. بيلعبوا بكوره ايه؟ مش الكوره الكبيره اللي احنا عارفينها، بيلعبوا بكوره بيلعبوا بليمون قضاليا، ليمون كده مش قد ليمون، لا في حجم البرتقانه تقريبا. لو عرفت تتحكم في الحجم الصغير ده يعرف يتحكم في الكوره الكبيره. هو بيصوبوا على مرمى اصغر بكتير من الجون اللي احنا عارفينه. لو عارف يصوب على المرمى الصغير يبقى عارف يصوب على المرمى الكبير. ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان وانت بتذاكر هتحس ان في مجهود ذهني، هتحس ان انت مخك بيلمك، وده اللي الناس بتقوله لما بقول لهم الطرق دي سواء في الكورس بتاعه او اي حاجه، هتحس ان في اجهاد بيحصل على المخ، كانك فعلا مجهد جسديا. والاجهاد الذهني على فكره اصعب من الاجهاد البدني، بس خلي بالك طبق الطريقه دي وامشي لوحدك. انا مش هقول لك بقى هتمشي صح ولا لا، انت مجرد ما هتطبق الطريقه دي مع درس ورا التاني ورا التالت هتلاقي نفسك بتعدل نفسك، الكورس لوحده بيعدل نفسه. حتى لو انت مش واخد الكورس بتاعي، لو طبقت الطريقه دي على اي حاجه، حولت الماده اللي اللي قدامك لسؤال واجابه. لو بتذاكر مثلا ماده نظريه خالص، دراسات، حاجه رخمه جدا، بتقول مثلا بما تفسر ان كذا كذا كذا، او ما النتائج المرتبه على كذا كذا كذا، وتحتها الاجابه، فبتقرا الاثنين او بتكتب حتى الاثنين. لا، خلي دي لوحدها ودي لوحدها، واعمل اللي انت خايف منه. انت في الامتحان بتعمل ايه؟ بتتسال، اسال نفسك انت ما بتعملش الحاجه اللي انت خايف منها اللي هي كده كده هتحصل الا لما بتروح الامتحان. ما تعمل ده دلوقتي، اسال نفسك، حول الماده العلميه لسؤال، ولما تلاقي السؤال ما تبصش على طول على الاجابه، خلي مخك يبذل مجهود، لان في حاجه اسمها forgetting curve، منحنى النسيان. بيقول لك ان انت محتاج تذاكر المعلومه دي عند النقطه المثاليه. ايه النقطه المثاليه؟ لو انت لسه مذاكر المعلومه فانت في اعلى نقطه، اعلى نقطه انت مش محتاج اصلا تسترجعها. لو انت نسيتها خالص عند نقطه الصفر فدي اصعب حاجه. انت محتاج تذاكر المعلومه عند النقطه اللي انت يا دوبك لسه هتتنسى يعني، والكيرف بينزل. ففكره النسيان دي مهمه جدا، يعني مرحله النسيان مرحله مهمه جدا في تثبيت المعلومه. اتمنى اكون فدتك، انا عارف الموضوع صعب، اشتغل عليه وحاول. ان شاء الله ميعادنا في حلقه جايه من حلقات دماغ انجليزي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك لان فعلا بيساعد. لو عندك سؤال اسالنا في الكومنتس. لو حسيت ان انت استفدت وحابب تفيد غيرك اعمل شير لاصحابك واشترك في القناه عشان يجيلك كل الفيديوهات. يعني اليوتيوب مش هيقول لك الا لما تقول له يقول لك، هو عنده ساعات يقول لك بس انت محتاج تقول له يقول لك، فقول له يقول لك عشان يقول لك. عن طريق ايه؟ انك تضغط على سبسكرايب وتفعل الجرس عشان لما ننزل فيديو يجي لك. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.